طيب بما انكم حقيقي امس ما وقف الطلب على الكيكه اللي عملتها للاولاد، وناس كتير متحمسين يبدوا يسووا اشياء صحيه لاولادهم، فعشان كده قلت لازم اسويها معاكم اليوم ان شاء الله. وانا قيدو اصلا ابغى اعمل منها كمان كميه، فقلت خليني اصور معاكم ان شاء الله. طيب عندي بيضتين هستخدم. ابغاكم تركزوا معي في المقادير والقوام، لانه صراحة أنا بس كده وزنت من عندي فانيلا، بيضتين وفانيلا نخلطهم مع بعض كده كويس، وبعدين نضيف السكر. أنا خلطت هنا ما بين جوز الهند والقصب. جوز الهند حطيت 3/4 والقصب ربع. طيب عشان أمس استخدمت نص كوب لأنه سويت نص الكمية تقريبا. طيب نخلط كويس، وبعدين نحط الحليب ما نكتر، نحط ربع كوب، لأنه لو كترنا حليب حيبشبش معانا دقيق اللوز. لما أكتر فيه سوائل مرة ما يزبط. بس حاجة كمية بسيطة زي كده، نخلط كويس ونحط دقيق. عندي هنا تقريبا نص كوب دقيق ايش اسمه، الدخن. المهم نخلط دقيق الدخن ونحط دقيق دقيق اللوز، واحط بيكنج باودر وبيكنج صودا وملح، وحخلط. في هذه المرحلة لما ححتاج سوائل شفتوا نسيت زيت جوز الهند دقيقة. المفروض زيت جوز الهند من اول حطيته، بس مو مشكلة احطه دحين، لسه ما خلط كويس. المفروض اخلطه مع البيض والهذا، مو مشكلة. خلاص نخلط دحين مرة كويس. احلى شيء في الدقيق الجلوتين فري ما اخافه وانا بخلطه، لانه ما فيه له جلوتين وما يتفاعل وكده. لانه لو حنعمل حنحط دقيق عادي لازم ننتبه كده بشويش. بس خلاص لما اسوي الجلوتين فري ما على فكرة تقدروا تستبدلوا دقيق اللوز بدقيق الشوفان، بس ما حيكون جلوتين فري 100% يعني. بس الطعم حيكون مختلف شوية. يعني أنا صراحة أضيف ترى برضو دقيق الشوفان، بس اليوم شوفوا القوام دحين كيف شايفين. لسه هخففه شوية لأنه الدخن مرة يتشرب سوائل. خلاص الحين هحط التمر برضو حيكون فيه شوية سوائل. وعلى فكرة لاحظت انه لما اضيف التمر لاي كيك او يعني عموما احنا نستخدم اكثر شيء في الكيكات، مرة يعطيله رطوبة. الزيت مو لازم نكتر، يعني تقدروا تستخدموا ربع كوب زيت وشوية كمان زيادة. خلاص كده نخلط في شوية سوائل مع التمر. شايفين بس عشان تفتكروا قوام الكيك زي كده ينزل. خلاص الحين هحطه في القوالب وادخل الفرن.